ازيكم يا بنات، ازيكم يا ولاد؟ بس هو كرافت ده اصلا للبنات اكتر. بصوا يا بنات، احنا دلوقتي هنعمل استند للحلقان. يعني إيه استند للحلقان؟ يعني هنحط الحلقان في حتة، نحطها في التسريحة، نحطها في الكوميدينو، بحيث ان احنا ناخد الحلقان نلبسها على طول. طيب اول حاجة هو ان انا شفت الحلقان بتاعي، انا حوالي عندي اكتر من 10 حلقان، بسم الله يعني. فانا محتاجة استند للحلقان، فانا اول حاجة هعملها هو ان انا هاخد الطول وهاخد العرض. طبعا يعني هعملها على قد الحلقان. لو انا عندي مثلا 10 حلقان هعمل احط هنا احط هنا، اللي هي ايه، خطة ذهنية. طيب دلوقتي اللي انا جبته هو ان انا جبت كرتونة دي بتاعة الكحك وبتاعة البسكوت. ممكن تجيبي كرتونة بس يعني تبقى سميكة شوية عن كده، بس هو ما يستحبش السميكة، هو يستحب ده. هقولك، عارفة سكتش الرسم؟ سكتش الرسم في بيبقى ظهره كده كرتونة، استعمليها. فاهمة قصدي ايه؟ انا يعني مش عارفة. المهم يعني انها كرتونة بس خفيفة، او ممكن تبقى ورقة سميكة. لو ورقة سميكة يبقى الزقي حتتين في بعض، أو مش عارفة. المهم يعني يا بنات، آم، دي بتاعت كحك، دي بتاعت بسكوت. انتي ممكن اصلا لو رحت لأي خباز يعني وجبتي مثلا ربع كيلو كحك، ممكن يعني هيديهالك في علبة كده. هقول لكم يا بنات، عارفين يا بنات علب العرايس العرايس اللعب مش بتيجي في علب؟ استخدموا بقى الكرتونة، بدل ما ترموها هاتوها وقصوها. انا هو قصيتها بشكل مستطيل عشان يبقى شكلها كده وهي واقفة، ماشي. وبعدين قست المسافات، وطبعا هي مش هتبقى كده، هي لازم تبقى واقفة، ماشي. حتى دي تنفع فكرة مشروع لو انتي مثلا كوافيرة او مثلا في محل مستحضرات تجميل، دي تنفعك جدا برضو. هتعملي ايه؟ هتجيبي اي كرتونة سميكة بتاعت علب العرايس، علب الكحك، المذكرات بتاعت الدروس، الكتب بتاعت المدرسة، ماشي. المهم في اكتر من طريقة تحصل عليها، انا بطول في الفيديو علشان اقولك افكار، ماشي. وبعدين بنفس الكرتونة هنقوم واخدين، بصوا انا عاملاها ايه، تبقى اصغر بسنة بسيطة زي ما انتم شايفين، بشبر يعني مش بشبر، بربع سنتي، ماشي. وانا قصيت هنا اشكال دواير لان انا حاساها احلى واحسن. هتقولي لي قلوب ليه؟ هقول لكم لا، حاسه القلوب مبهرجه. وتنتها وحاول ان انا الزقها قدام، ماشي. وبعدين اقلبها، وبعدين اجيب برضو حته ورا والزقها. دي عملتها اصغر بكتير علشان آم هي غلط معايا في القص، بس المهم يعني مش عايزه اقص جديد وكده عشان مهدرش في الموارد. وزي ما انتوا عارفين، نجيب اي كل او اي حاجه ونلزق الظهر ونسيب ده، نلزقها على هنا. بصوا الخط ده يبقى في نفس الخط ده وكده، تتلزق كده من قدام ومن ورا، يعني نلزق الحته دي من قدام ومن ورا. وبعدين زي ما انتوا شايفين، بعد ما لزقت من الناحيه دي ومن الناحيه دي، اضفت هنا حليه بسيطه كده زي ما انتوا شايفين. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ مسدس شمع اهو قدامي. اللي انا هعمله هو ان انا دي ظهر الورقة، ماشي. هعمل كده وبعد كده هقوم جايباها ولزقاها هنا، ويعني هلزقها بقى وكده، وبعدين اقصها زي ما انتم شايفين. وبصوا بقى الفخامة والجمال، زي ما انتم شايفين لما قصيتها عملتها مربع، رغم ان الحتة دي قصيرة الا ان انا عملتها مربع. وبعدين ده مش مونوكير، ده قلم سبورة عادي، ممكن تستخدمي قلم فلوماستر، المهم يعني. ولو انت بالظهر، وان شاء الله هلون بيه هنا، بس يعني اهو زي ما انتوا شايفين اهو. واضفت الحلية دي. ليه انا اضفت الحلية دي؟ علشان شكلها حلو جدا. زي ما انتوا شايفين، جبت القلم الفلوماستر وعملت هنا، واصلا ده يعني سطح عازل. ممكن لما انت تستخدمي كرتونة ما يكونش فيه اي سطح عازل، دي اصلا كرتونة كحك وبسكوت من رمضان اللي فات. المهم يعني بدل ما نرميها وكده انا استغلتها. إيه
جبت القلم في الماستر، فتحته وعملت هنا وعملت هنا برضو، عملت هنا بس لسه هعمل هنا. وده الشكل نص النهائي او ربع النهائي، لسه في حتة كمان، بس يعني بصوا ثابت بيقف مش بيقع. فاهمين قصدي ايه؟ يعني ده ممكن يتحط في تسريحة، يتحط في محل كده يعني. وده اهو شكلها بعد التلوين. بصوا الفخامة، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، احسن من الستاند اللي في المحلات كمان. ناس هيقولوا لي ده شكله مش كويس، اقول لكم ده انا هحطه في التسريحة فمش لازم يبقى شكله كويس من ورا، بس هو يعني انا شايفة شكله كويس، يعني شايفة الشخبطة واللغوصة دي يعني حلوة قوي، مش شايفاها وحشة. ممكن الناس تانيين يشوفوها وحشة، بس عموما دي هتبقى في الركن الخلفي فمحدش هيهتم. يعني دي الواجهة ودي الخلفية، ماشي. طيب ده شكلها دلوقتي. طيب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ وعلى فكرة يا بنات ممكن مثلا تعملوها ستاند للتليفون. يعني بصوا اهو ستاند للتليفون، ستاند للتليفون، مش بتاعت حلقان بس، يعني ينفع تبقى كمان دي ستاند للتليفون، لان ايه زي ما انتم شايفين ثابته مع انها من الكرتون، بس يعني بصوا هوقف لكم التليفون عليها اهو. بصوا اهو واضح كل حاجه يعني دلوقتي. بس هنحتاج ان احنا لو هنعملها ستاند نضيف اكتر من كرتونه علشان تبقى سميكه اكتر. المهم يعني مش تنفع بالطول، هتنفع بالعرض كده يكون احسن يعني بالعرض، ماشي. ودلوقتي هجيب الحلقان وهقول لكم ازاي تدخلوها فيها. جبت الحلقان بتاعتي اهي، الحمد لله يعني بسم الله. طيب دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ هقلب الستاند بالشكل ده كده، واخد الكبير احطه فوق عشان ياخدش مساحة. ودي انا عاملاها عريضة شوية بحيث انها تاخد حلقين هنا وحلقين هنا. ممكن تعمليها توصيها كده بحيث ان كل واحدة تاخد حلق واحد، بس انا حباها تاخد حلقين. بصوا الحلق ده على شكل قلب كريستال جميل قوي. ازاي الكاميرا مش موضحة؟ وضحت اهي دلوقتي. بصوا شكله جميل قوي، حلق الكريستال ده على شكل قلب، ماشي. وعندي الحلقان دي برضو، مش بوريكم قد ايه الحلقان بتاعتي حلوة او ذوقي قد ايه هو جميل، انا بوريكم بس ازاي تركب. بصوا يا بنات، هتجيبوا المقص وهتعملوا خرم هنا كده، او مش لازم تعملي خرم. لو الحلق بتاعك معدن ممكن بس ان انتي تدوسي عليه هنا، تجيبي الحلق كده وتدوسي هنا وبوم، خلاص كده الحلق اتركب. وتحطي سدادات الودان اللي هي الحتة الصغيرة دي، تحطيها هنا بعدين، سهل الموضوع جدا. طيب لو بلاستيك تجيبي الحلق المعدن بتاعك وتعملي، او تجيبي المقص وتخرميه كده زي ما انا قلتلك. الموضوع سهل جدا وجميل جدا اهو، وهوريكم الشكل النهائي. طيب يا بنات دي الستاند بتاعتي بتاعت الحلقان بتاعتي، ما شاء الله جميلة ازاي. طيب دي بمسدس الشمع والكرتون. طب ما في بنات هيجوا يشتكولي يقولوا لي يا فنانة، طب ما في مثلا ما الناس ما عندهمش مسدس شمع، يعملوا ايه بقى؟ سهلة. إيه، بص دي اهي مثلا ورق او كرتونة، اقوم عاملة ايه؟ اقوم قسمها نصين قد بعض بحيث ان هو ده يبقى قد ده في خط مستقيم زي كده. كرتونة رفيعة طبقناها. كاميرا مش واضحة ليه؟ وضحت اهي، سهلة كاميرا. المهم يعني نجيب الكرتونة ونطبقها ونقصها وكده ستاند، من غير مسدس شمع، من غير لزق، وكمان قوية وكمان كويسة وكل حاجة فيها، وكمان شكلها كويس، شكلها فخم اهي. بس كده خلاص كده تجيبي كرتونة رفيعة وتطبقيها وتوقفيها، خلاص خلصت. وطبعا تخرميها بالمقص زي ما قلتلك وتدخلي فيها الحلقان.
سهلة جدا، يعني أبسط مما يكون. وبكده يبقى احنا عملنا شكلين للستاند، كده عملنا شكلين للستاند، شكلهم حلو، شكلهم فخم جدا. وكمان بصوا الحلقان شكلها يعني فخيم اوي ازاي، بصوا بجد الحلق ده حلو قوي، وحلق القلب ده برضو جميل قوي. مهم. وبكده عملنا ستاند للحلقان أرق وأجمل مما يكون.